الاغلبيه منكم غادي يكون سمع الخبر ديال اختطاف الرئيس الفنزويلي من طرف الرئيس ديال الولايات المتحده الامريكيه ترامب. Pueblo heroico de Venezuela, soldados y soldadas de la patria, hijos e hijas de Bolívar. El pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. الرئيس الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة اعتقلت مادورو مع زوجته وقامت بإخراجهما جوا بطائرة من خارج فنزويلا. El gobierno actual de Estados Unidos agarrarse todo el petróleo de Venezuela, ya lo han dicho, el oro, las tierras raras, las riquezas de Venezuela. في هذا الفيديو غادي نعرفوا شنو واقع بالضبط وشنو اللي خلى الرئيس ديال الولايات المتحده الامريكيه يخطف الرئيس ديال فنزويلا. هادشي كما غادي نشوفوا في هذا الفيديو. ما تنساوش لايك كومونتير سبسكرايب بدون الاشتراك فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ونوصلوا ل 100 ابوني قبل ما يسالي شهر واحد. فنزويلا اغنى دوله من حيث البترول، حيت كتفوت المملكه السعوديه في الناتج ديال البترول ديالها. يعني 19% ديال البترول في العالم كيجي من فنزويلا. ولكن واخا تشوف هادشي كامل، واخا تشوف هاد البترول والناتج ديالهم اللي 19% في العالم كامل، الشعب ديالها ولا السكان ديالها ما عايشيش واحد العيشه اللي زوينه. وصلوا لدرجه 10 مليون فنزويلي اللي خرج ولا هاجر من فنزويلا باش يعيش عيشه كريمه. فنزويلا اللي كانوا كيجيو لها المستثمرين من جميع بقاع العالم باش يحطوا البروجيات ديالهم ويطوروا داك البلاد من بعد الحرب اللي وقعت من بين مصر واسرائيل في 1973. ديك الوقيته السعوديه اللي كانت كتنافس في البترول وقفات، مابقاش كتخرج البترول للعالم وقالت ما غاديش نبقى كاع نخرج البترول، بقات غير فنزويلا الوحيده اللي كتخرج البترول في العالم كامل. داكشي علاش ولا الطلب اكثر من العرض ولا الثمن طالع ديال البترول، الشيء اللي خلى فنزويلا تزهر سواء اقتصاديين سواء ماليين. ولاو الفلوس ما بقاوش عارفين اش كيديروا بها، ولا كيديروا بها المؤتمرات، كيديروا بها عروض في وسط فنزويلا، كيصاوبوا تحت السحاب، ولا كيديروا بها كل شيء من غير شي حاجه اللي تصلح للبلاد. هذا الشيء غادي يزيد يزدهر ملي وقعت الحرب ما بين ايران والعراق في 1980 ولاو فنزويلا الوحيده اللي كيخرجوا البترول في العالم. داكشي علاش ولا مابقاش المنافسه بزاف، ولات فنزويلا هي الوحيده كتخرج ومرتاحه في السوق ديالها. هادشي غادي يحبس ملي رجعت المملكه السعوديه كتخرج البترول عاوتاني، ولات كتصدر اكثر ملي كانت كتصدر في الاول. الشيء اللي خلى العرض يولي اكثر من الطلب والثمن نورمالمون غادي ينقص، ضروري غادي ينقص ملي كيولي العرض اكثر من الطلب كينقص الثمن، وملي كيولي الطلب اكثر من العرض كيزيد الثمن. ولكن في هذه الحاله هذه العرض ولا اكثر من الطلب، ولات السعوديه كتخرج اكثر من فنزويلا، وفنزويلا ولات كتعيش واحد الانحطاط في المستوى الاقتصادي ديالها اللي خطير. حيت فنزويلا الاقتصاد ديالها كله كان مبني على البترول. ملي رجعت السعوديه مابقاش كتعرف دير حتى شي حاجه، من بعد ملي كانت ما كتعرف دير حتى شي حاجه بالفلوس. الفلوس اللي كانت كتشد في ديك الوقيته ملي كانوا الحروب والناس ولا الدول اللي كانوا كيخرجوا البترول حبسوا، كانت كتشد واحد الفلوس اللي بزاف وكتمشي تبني بها ناطحه السحاب، كتمشي تصوب بها اولمبيات، كتصوب بها شحال من حاجه. ناضت الحكومه في نظركم شنو غدير؟ قالت لك غادي نطبع الفلوس، وانتم عارفين الدوله اللي كتطبع الفلوس بلا حتى شي سبب ولا بلا حتى شي مجرى داك الفلوس فين غيمشيو، كيطرا واحد التضخم اللي كبير، كيولي الفلوس ما عندهم حتى شي قيمه، كلشي عنده الفلوس حتى ما باغي يخدم. الشيء اللي خلى فنزويلا باش تشري خبزه ولا تشري تفاحه غتخصك مليون ديالهم ولا مليار ديالهم اللي خصك تجمعها في برويطه وديها تشري باش شنو باغي. ترشح رئيس جديد اللي سميتو اوغو اللي غادي يدير تحالفات مع الاعداء ديال الولايات المتحده بحال روسيا بحال اوروبا بحال الصين، كلهم دار معاهم تحالفات غير ضد الامريكان. حول فنزويلا لدوله ولا جمهوريه اشتراكيه وبدل الدستور كامل وبدا كيدير بزاف التغييرات اللي غادي يخليو البلاد تزيد شويه عاوتاني لقدام. وموراها غادي يجي الرئيس اللي ناض على هاد الروينه كامله اللي هو الرئيس مادورو، اللي كان هو العون ولا اليد اليمنى ديال الرئيس اللي كان في الاول. هاد مادورو اللي تعين جديد ما كيعرف يدير حتى شي حاجه. تخيل معايا من واحد كيسوق الطوبيس لواحد صايق دوله كامله اللي سميتها فنزويلا، وكان ضعيف في التسيير، شي غادي يخلي الدوله غادا وكتنزل والشعب ما غاديش يعجبو الحال بيان سور، والشعب الفنزويلا غادي يتعصب وما غاديش يعجبو الحال. خرج كيدير مظاهرات في الشارع ولا في الزنقه كيتم الرد ديالها غير بالقمع والشتم والسب. تما امريكا ما غاديش يعجبها الحال وعطاتو تهديدات بزاف اللي مباشره غادي تعين رئيس جديد في دوله فنزويلا. ولكن المشكل اللي كان واقع حاليا هو كانوا جوج رؤساء في دوله واحده، وانتم عارفين المشكل اللي كيوقع فاش كيكونوا جوج رؤساء في دوله واحده. الرئيس الجديد اللي غادي تعين اللي هو سميتو خوان ولا الرئيس الثاني ولا غادي تعين ولا غادي تعترف به الولايات المتحده الامريكيه. من وراء كورونا ولا كوفيد 19 الامور غادي تدهور بزاف، الفقر غادي يطلع والعمله ديالهم غادي تبقى تسوى حتى شي حاجه. تخيل معايا كما قلت لكم ملي غادي تبغي تشري قلم ولا السيلو غادي تخصك
برميل ولا برويطه ديال الفلوس ديالهم سلام سلام ارى ليا داك السيلو وتعطي داك البرويطه كامل. ولات الماده اللي كتصنع بها الفلوس غلا من القيمه ديال الفلوس براسها، يعني الا شديتي ديك الماده وبعتيها اللي في الفلوس غادي تجيب لك اكثر من القيمه ديال الفلوس اللي تصنعات بها اصلا. هنا غادي نوض التنشيط والصداع، والولايات المتحده الامريكيه غادي دير واحد المكافاه اللي فيها 50 مليون دولار لاي واحد عطانا انفورماسيون ولا عطانا معلومات على الرئيس مادورو، من بعد ما اتهموه مشارك في واحد الكارتيل ديال سميتها كارتيل الشمس ولا شي حاجه بحال هكا، اللي كدير ولا اللي كتنقل الحشيش والبضائع المخدرات كديهم لامريكا كديهم لاوروبا. اتهموه بلي راه مشارك معاهم واصلا حصلوه مشارك معاهم. دابا عطيتكم معلومات على فنزويلا والتاريخ اللي وقع عليها ما بين الازدهار والهبوط راكم عارفين. دابا غادي ندوزو للموضوع الاهم اللي هو الاختطاف ديال الرئيس مادورو. البارح مع وحدة الليل ديالهم اللي هي 5 الصباح ديالنا غادي تسمع خبر ديال انه اقتحموا الدار اللي كان ساكن فيها وناعس فيها واختطفوه وهو ناعس. اللي تكلفوا بهذه المهمه ولا اللي تكلفوا بهذا الامر اللي هما دلتا فورس اللي تابعين اللي راكم عارفين الولايات المتحده الامريكيه، اللي داروا بزاف الانفجارات ومادورو حاول يهرب من داك المخبأ اللي كيديروا ليه ولكن ما قدرش وشدوه داك دلتا فورس اللي تابعين لامريكا. راه باش تكونوا عارفين راه اكثر من شهر وامريكا مطوقه فنزويلا كامله، امريكا شاده جميع الشوارع، وكما قلت لكم عطات واحد المكافاه اللي هي 50 مليون دولار لاي واحد غادي يعطيهم انفورماسيون ولا غادي يعطيهم معلومه فين كاين مادورو. ودابا راه صافي راه شدوه. ترامب غادي يخرج بواحد التغريده في المنصه ديالو وغادي يقول فيها كنتفرج في الحدث كيفاش وقع من الكاميرات ديال المخابرات الدولي، كنتفرج بحال شي فيلم سينمائي، داكشي عجبو الحال عجبتو الكاليتي راكم عارفين. مادورو في الاول داو لواحد البلاصه اللي سميتها USS اللي هي واحد القاعده امريكيه عسكريه كاينه في وسط البحر، ولكن دابا حاليا داو لنيويورك اللي كاين فيها دابا نيت. الامريكان الا تمت التهمه بصح بانه مادورو مشارك مع العصابه اللي كتنقل المخدرات من دوله لدوله، من المكسيك للامريكان ومن المكسيك لاوروبا، غادي يقدر توصل العقوبه ديالو كامله المؤبد، ما يخرجش من الحبس عاوتاني، وغادي يبقى داك الرئيس اللي تعين في الاول ديال فنزويلا. يرفع الثامز اب وهو مقيد اليدين وبالبيجامه وطاقية النوم، انظروا ماذا يرتدي هنا، بالشحاطة بالشبشب، ومحاط بالDEA قسم إدارة المخدرات أو بوليس المخدرات. أنا كصحفي أحب الصور أراهن عليها، لكنني أفضل الفيديوهات عند توفرها. الفيديو يضج بالحياة وأقرب للحقيقة. هذا هو رئيس دولة يعتقل من قصره، ينقل جوا لدولة أخرى، ينزل من الطائرة مكبلا، ثم يقتاده الجنود إلى مكتب إدارة مكافحة المخدرات في نيويورك. حاولت تجمع لكم جميع المعلومات اللي تخصكم، وجمعت لكم المعلومات بواحد الصيغه اللي مختصره باش تعرفوا نتوما شنو واقع في فنزويلا وعلاش خلى هذا الشيء يطرق للرئيس مادورو. هادشي اللي كاين، ما تنساوش لايك كومونتير سبسكرايب، دوزوا عند الانستغرام اللي هو هذا، وشاركوا في القناه، وصلونا ل 100 ابوني قبل ما يسالي شهر واحد. هادشي اللي كاين. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي يكون على المنتخب، الا ما كانش على المنتخب غادي يكون على شي حاجه اخرى، راكم عارفين. هادشي اللي كاين. تهلاو لي في راسكم. بيس.